عارف احساس الحيره لما تكون معاك من 10 ل 15 الف جنيه وخايف تحطهم في موبايل ويطلع في الاخر مش هو ده اللي انت كنت عايزه؟ السوق في 2026 في الفئه دي بالذات مليان موبايلات، موبايل شكله حلو بس المعالج بتاعه بيسخن، وموبايل تاني شاشته تحفه بس كاميراته بتطلع صور كرتون حرفيا. فالنهارده لا، انت دافع رقم محترم يبقى لازم تاخد تجربه متكامله. فانا جمعت لك النهارده 7 موبايلات هم الخلاصه اللي في السوق حرفيا، رتبتهم كمان ليك من الارخص للاغلى وهعرفك كل تفصيله فيهم. فسريعا ما تنساش لايكك وسبسكرايبك وخلينا بينا نبدا على طول. هبدا معاك بموبايل لسه نازل السوق حرفيا ما كملش حاجه، واللي هو السامسونج جالاكسي A17 نسخه ال5G. ايوه زي ما سمعت، نسخه ال5G مش ال4G، وده اللي هتلاقيه متطور شويه حلوين عن نسخه ال4G بكتير. من ناحيه التصميم والامان فسامسونج حابه اصلا تديك نفس التصميم في كل موبايلاتها. فزي ما انت عارف الثلاث كاميرات بالفريم بتاعهم المعتاد، والخامات بتاعته جايه من البلاستيك، هتلاقيها بتستحمل البهدله معاك شويه. وزنه 192 جرام، مش تقيل اوفر، بس عموما بيديك احساس بالقيمه اللي بيقدمها لك الموبايل. وجاي لك طبعا بحمايه IP54، يعني لو نزل عليه شويه ميه ولا حاجه ما تقلقش منه. وكمان البصمه جايه في زرار الباور وسريعه كعاده سامسونج لما تكون البصمه في الباور. اما من ناحيه الشاشه فطبعا من غير كلام احنا عارفين شاشه سامسونج عامله ازاي. اول حاجه عندك سوبر اموليد الوانها مشبعه، وهتستمتع جدا وانت بتتفرج على فيديوهات اذا كان بقى مسلسلات او افلام او الكلام ده كله، وبتوصل معاك ل 90 هرتز. ايوه هي مش 120 بس سلسه معاك في التنقل. الصوت برضه بتاعها بيوصل ل 800 نتس، يعني هتشوف كويس في الشارع تحت اشعه الشمس. والاهم انها جايه عليها طبقه حمايه من كورنينج وجوريلا جلاس فيكتاس، فبرضه ما تقلقش عليها. من ناحيه المعالج بقى فانت عندك هنا الاكزينوس 1330، وده بصراحه هيقوم معاك بالواجب وزياده. تصفح بقى، سوشيال ميديا، يوتيوب، كله هتلاقيه سلس معاك. حتى في الالعاب هتلعب ببجي مثلا على اعدادات متوسطه وانت مرتاح. ده غير ان الموبايل مش بيسخن معاك بسهوله. ولما نروح للكاميرات فانت هتلاقي هنا كل الشو على الكاميرا الاساسيه ال 50 ميجا بكسل، واللي جاي فيها مثبت بصري OIS، واحنا طبعا عارفين اهميته ايه. والكاميرا الثانيه جايه 5 ميجا بكسل، ودي الكاميرا الخاصه بالالترا وايد. والكاميرا الاخيره ال 2 ميجا بكسل، ودي الخاصه بالماكرو. وعندك كاميرا سيلفي 13 ميجا بكسل، وفي كل الحالات اذا كنت هتصور من الكاميرات الخلفيه او حتى الكاميرا الاماميه فانت تاخد صور مقبوله جدا في الفئه السعريه دي، خاصه لو انت بتصور تحت مصدر اضاءه قوي او في اضاءه الشمس. والبطاريه ما زالت 5000 ملي امبير اور، بتكمل معاك اليوم مستريح حتى مع استخدامك لل5G. بس سرعه الشحن هنا اللي لسه زي ما هي 25 واط، وغالبا الموبايل هياخد منك ساعه وربع علشان يكمل ل 100%. وطبعا ما تنساش ان العلبه ما فيهاش راس الشاحن، فاعمل حسابك علشان هنتكلم في الحته دي بعدين. لما نيجي نشوف حاجه تانية زي السماعات فهتلاقي للاسف هنا ان التجربه ناقصه شويه، وده لان هنا عندك سماعه واحده امونو، وهي بصراحه صوتها عالي ونقي، بس مش هتحس بان الصوت متجسم لو انت بتلعب العاب او بتسمع اغاني. ومن ناحيه المستشعرات فانت عندك كل حاجه موجوده، وكل حاجه جاي هاردوير زي الجيروسكوب اللي هتلاقي معاك سريع في الالعاب، وعندك كمان مستشعر التسارع والقرب، دول برضو جايين هاردوير، فمش هتقابل عموما من المستشعرات اي مشاكل. وخليني دلوقتي اروح لك لاكتر ميزه بتخليني ارشح الموبايل ده لكتير جدا من الناس، وهي ان الموبايل ده عامل تحديثات لمده 6 سنين قدام. فانت معاك لحد 2032 مثلا عقبال ما تفكر انك تغير الموبايل ده. فحرفيا الموبايل ده هيعيش معاك لحد ما تزهق منه. بس مقابل ده مش عاجبني ان العلبه بتاعته فاضيه ولسه هتشتري راس شاحن، والنوتش بتاع الشاشه قديم نسبيا، فممكن دي تكون يعني شويه عيوب انت ما تحبهاش. لكن غير كده الموبايل متكامل من ناحيه الشاشه والمعالج اللي اصلا جاي بمعماريه 5 نانو، وكالعاده العلبه ما فيهاش غير الوصله ال 25 واط ودبوس معدني. وبالمناسبه ال A17 5G بيدعم لك تركيب شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت. وعندك هنا منه نسختين، نسخه 128 مع 6 رام ودي بسعر 9500 جنيه، والنسخه الثانيه 256 مع 8 رام ودي بسعر 11200 جنيه، والنسختين طبعا محلي ما لهمش اي ضرايب. نعلى شويه ونروح للموبايل اللي اول ما تمسكه هتستغرب وتقول هو الموبايل ده اصلا بالسعر ده. ودلوقتي معانا الانفينكس هوت 60 برو بلس. تخيل موبايل سمكه 6 مللي ووزنه 155 جرام، حرفيا انت هتنسى انه في جيبك. وظهره شيك جدا ومقاوم للصدمات، يجي من متر ونص عادي. ده غير انه مقاوم للميه ب IP65، فدي برضه شهاده حمايه معتمده. والبصمه فيه جايه تحت الشاشه وسريعه كعاده انفينكس. وبما ان احنا جبنا سيره الشاشه فلازم اقول لك طبعا ان دي حرفيا شاشه فلاج شيب. هتلاقيها اموليد كيرف بدقه 1.5K، وبتوصل معاك طبعا للريفرش ريت 144 هرتز، فنعومه طبعا ملهاش اخر، بس فعليا يعني بتكون اخرها 120، ممكن تزيد معاك حبتين، وده بسبب السوفت وير بتاع انفينكس. وصوتها برضه بيوصل ل 4500 نتس، وده برضه مش واقعي، ممكن اعلى حاجه يوصل لها 1200 نتس. فمن الاخر انت كده تحت اشعه الشمس هتشوف الموبايل مرتاح. ومن ناحيه المعالج فالموبايل جايب الهيليو G200، وده معمول بصراحه علشان يخدم الشاشه دي. هتلاقي التصفح والسوشيال ميديا والالعاب هتلاقي في كل حاجه كويس، بس في الالعاب برضه ما تضحكش عليه جامد، هو مش وحش بس هتحتاج انك تلعب على اعدادات كويسه علشان تقدر تاخد منه افضل اداء. ومن ناحيه الكاميرات فانت عندك كاميرا خلفيه 50 ميجا بكسل، ودي جايب مستشعر من سوني، والكاميرا الاماميه جايه 13 ميجا بكسل. وعموما من الكاميرتين هتاخد منهم اداء كويس لو انت بتصور في مصدر اضاءه قوي. من ناحيه البطاريه فالبطاريه هنا جايه لك 5160 ملي امبير اور، وبالسمكه دي فبصراحه انا مستغرب، فهي هتقعد معاك اليوم كله وهتشحنه في ساعه وشويه برضو علشان سرعه الشحن هنا جايه 45 واط. والسماعات جايه ستيريو، هتلاقيها برضو نقيه ومتجسمه معاك كويس، بس
صوته مش عالي بسبب رفع الموبايل. ومن ناحيه المستشعرات فكل المستشعرات موجوده وشغاله كويس جدا. اكتر عيب ممكن ما يعجبكش ان الموبايل ما بيدعمش كارت ميموري وما فيهوش منفذ سماعات 3.5 مللي. وطبعا العلبه بتاعته متكامله مش هتحتاج انك تشتري عليها اي حاجه تاني. وعندك هنا منه نسخه واحده 256 مع 8 رام ودي بسعر 10600 جنيه. وبما ان احنا جبنا اصلا سيره انفينكس في الاول فهنكمل ثالث موبايل معانا وهو الانفينكس نوت 50 اس. بس بصراحه ده موبايل اجل حبتين. من ناحيه التصميم فالتصميم قدامك عملي، البلاستيك بتاعه متين مقاومه اي بي 64، الماسكه بتاعته في الايد مريحه جدا بوزن 180 جرام، والبصمه بتاعته كمان في الشاشه، والشاشه اللي حرفيا برده قيمه مقابل سعر، واللي جاي معاك اموليد كيرف 144 هرتز فتاخد تجربه مشاهده ممتعه عليها، والسطوع بتاعها بيوصل لحد 1300 نيتس فدي حاجه ممتازه. اما المعالج فدي اكتر ميزه عجباني في الموبايل ده، واللي جاي من دايمنسيتي 7300 التيميت. فبصراحه المعالج ده في الاستخدام اليومي والالعاب هتلاقيه مستقر معاك جدا. غير ان الرامات هنا برده جايه من ال بي دي دي ار 5 اكس فهتلاقيها سريعه معاك وبتفتح الابلكيشنز بسرعه ومستجيبه معاك في الالعاب والكلام ده كله بشكل كويس. فمن الاخر لو انت واحد جيمر فيعتبر ده افضل موبايل للالعاب في السعر بتاعه. ومن ناحيه الكاميرات فالموبايل ده معمول للناس اللي بتحب تصور محتوى، عايز تصور فيديوهات 4K بالكاميرا الخلفيه او الكاميرا الاماميه فالموبايل مش هيقول لك لا، ودي ميزه نادره جدا خاصه بالسعر ده. اما من ناحيه الصور فانت عندك كاميرا جايب مستشعر من سوني 64 ميجا بكسل هتلاقي تفاصيلها ممتازه خاصه لو الصور دي تحت مصدر اضاءه قوي او تحت اشعه الشمس. والكاميرا الثانيه 2 ميجا بكسل ودي الكاميرا الخاصه بالماكرو وبرضه هتاخد منها صور كويس. اما الكاميرا السيلفي فدي جايه 13 ميجا بكسل وهتلاقيها برضه تفاصيلها مش احسن حاجه بس مأديه معاك الغرض. لما نروح للبطاريه فتلاقيها هنا 5200 ملي امبير اور فطول معاك جدا بفضل المعالج الموفر، لان كده المعالج جايب معماريه 4 نانو، والبطاريه بتدعم هنا سرعه شحن 45 واط. فالموبايل اخر معاك حبتين عن الموبايل اللي فات، وده بسبب ان البطاريه كبيره هنا كساعه، وسمعته طبعا جايه ستيريو والصوت هنا عالي ومحترم. ومن ناحيه المستشعرات فكلها موجوده، والجيروسكوب هنا كمان اداؤه ممتاز خاصه في بابجي. من اكتر الحاجات اللي هتعجبك هنا ان الموبايل ده جاي بيدعم ميزات ذكاء اصطناعي كتير، وكمان الواي فاي فيه سريع جدا. بس اكتر حاجه مش هتعجبك في الموبايل عموما لو انت بتصور فما عندكش او اي اس للاسف، وما ينفعش انك تركب كارت ميموري، غير انك برضو ما عندكش منفذ 3.5 مللي. والعلبه بتاعته كالعاده متكامله، وعندك هنا منه نسخه واحده 256 مع 8 رام ودي بسعر 11700 جنيه. خلينا على طول دلوقتي نروح للموبايل الرابع معانا من شركه سامسونج واللي هو السامسونج A26 5G. الموبايل ده للناس اللي بتقول انا عايز موبايل يعيش وما يقولش لا، هتلاقيه افضل من A17 5G بشويه حلوين. من ناحيه التصميم فاخيرا هنا مسكنا ظهر من الجزاز فخم في الفئه دي بصراحه من سامسونج. والمهم هنا المقاومه بتاعته جايه IP67، يعني لو وجع منك في حوض اغسله ونشفه ولا يهمك يعني. والبصمه جايه جانبيه مش في الشاشه، هتلاقيها جايه في زرار الباور. ومن ناحيه الشاشه فطبعا شاشه سامسونج اللي كلنا بنحبها السوبر اموليد 120 هرتز، فالوان وتباين وسلاسه مفيش زيهم. السطوع هنا بيوصل لحد 1000 نيتس فمش هتقابل اي مشاكل مع الشاشه دي. عيبها بس ان برضه ما زال النوتش قديم، بس اللي يغفر لك النقطه دي انك عندك طبقه حمايه من كورنينج وجوريلا جلاس فيكتاس بلس، فعموما هتتعود على حوار النوتش ده بسبب ان الشاشه نفسها هتقدم معاك الغرض. اما من ناحيه المعالج فالمعالج هنا جاي من الاكزينوس 1380 وده جايب معماريه 5 نانو موفر معاك في الطاقه. وخلي بالك ده كان معالج فيها اعلى السنه اللي فاتت، كان موجود في A35 فموجود هنا معانا في 2026 واداؤه مستقر جدا مفيش تهنيج وبيشغل كل حاجه في سلاسه. عايز تلعب عليه برضه مش هقول لك ما تلعبش، هتلعب عليه باعدادات كويسه وحاجه زي بابجي كده مش هتشوف رخامه منها. اما من ناحيه الكاميرات فعموما الكاميرات هنا تعتمد عليها جدا. عندك مثلا الكاميرا الاساسيه ال 50 ميجا بكسل جامع مثبت بصري واي اس بتطلع صور حرفيا هتنبهر بيها خاصه بالالوان الواقعيه اللي احنا بنشوفها من سامسونج. وكمان تقدر تصور فيديوهات 4K ثابته بسبب وجود الاي اس. وعندك كاميرا ثانيه 8 ميجا بكسل ودي الكاميرا الخاصه بالالترا وايد، وكاميرا ثالثه 2 ميجا بكسل ودي كاميرا الماكرو. اما الكاميرا السيلفي فدي 13 ميجا بكسل وتاخد برضو منها صور كويسه. اما من ناحيه البطاريه فالموبايل هنا جايب 5000 ملي امبير اور وادائها كويس، بس برضو العيب اللي بنشوفه في كل موبايل من سامسونج وهي ان سرعه الشحن ما زالت 25 واط، فده هيحسسك بالملل شويه خاصه لو مستعجل يعني. والسماعات هنا للاسف جايه مونو بس عاليه وتاخد منها صوت نقي بس برضو مش متجسم. ومن ناحيه المستشعرات فكلها هنا جايه هاردوير ما عدا مستشعر التقارب اللي جاي سوفت وير بس شغال كويس. طبعا من اكتر الميزات اللي انت تحبها في الموبايل ده ان الموبايل بيدعم لك تحديثات لمده 6 سنين فهيعيش معاك مده محترمه. وطبعا ما فيهوش منفذ 3.5 مللي، والموبايل بيدعم لك تركيب شريحتين بس او شريحه وكارت ميموري. عندك العلبه فاضيه كالعاده ما فيهاش غير الوصله ال 25 واط. وسعر الموبايل حاليا عندك هنا منه نسخه واحده 128 مع 6 رام ودي بسعر 12000 جنيه وكده كده ضمان محلي. خلينا ننتقل للموبايل الخامس معانا واللي هو الشاومي ريدمي نوت 15 5G. ده الموبايل اللي اتكلمنا عنه بالتفصيل في الفيديو اللي فات، لو ما شفتوش طبعا ارجع شوفه. هتلاقي سلسله الريدمي نوت 15 كامله بشرح لك فيها كل حاجه حرفيا، لان في موبايلات في السلسله دي بحذرك انك ما تشتريهاش. فعموما هكون سايب لك الفيديو دلوقتي في الاي اللي فوق، ادخل شوفه وتعالى كمل. وانا اخترت دلوقتي الموبايل ده من السلسله كلها لان ده يعتبر اكتر موبايل متكامل وبسعر مناسب. اولا من ناحيه التصميم فانت عندك تصميم شيك بوزن خفيف 178 جرام، والموبايل جايب مقاومه IP66
فيعني هيستحمل معاك ضغط ميه، الموبايل يجع منك، كل ده هيستحمله معاك. والشاشه كده كده جايه اموليد كيرف 120 هرتز، بس الميزه هنا في السطوع اللي بيوصل معاك لحد 3200 نتس، بس ما اظنش ان هم فعليين، اكيد هتكون معاك 1000 نتس 1000 وشويه، فمهما كان كده كده هتاخد شاشه كويسه جدا تحت اشعه الشمس المباشره. وشاشه عموما مريحه جدا للعين خصوصا في الليل، وده بفضل التعتيم العالي. اما من ناحيه المعالج فالموبايل ده جاي من سناب دراجون 6 جين 3، ما بيسخنش معاك كتير وبيديك استقرار اكتر في الالعاب والشبكات، ده غير بقى استخدامك ليه اذا كان سوشيال ميديا او هتذاكر او هتلعب، فمش هتشوف معاه اي مشكله. ومن ناحيه الكاميرات فعندك كاميرا 108 ميجا بكسل فيها مثبت بصر او اي اس، هتديك كميه تفاصيل مرعبه لو عملت زوم في الصور، ده غير انك تقدر تصور فيديو كمان لحد 4K. اما الكاميرا الثانيه فدي 8 ميجا بكسل، ودي الكاميرا الخاصه بالالترا وايد، وهتاخد منها برضه صور كويسه لو انت من محبي تصوير الالترا وايد. وعندك كاميرا اماميه 20 ميجا بكسل هتاخد منها برضه تفاصيل كويسه. ومن ناحيه البطاريه فانت عندك هنا بطاريه كبيره 5520 ملي امبير، فحرفيا هتنسى انك تشحن الموبايل اصلا، مع شاحن 45 واط بيشحن بسرعه، بس كنا نتمنى ان سرعه الشحن تكون اعلى شويه. والسماعات هنا جاي ستيريو تاخد منها كواليتي محترمه وعاليه، والمستشعرات برضه كلها تمام، بس مستشعر التقارب لسه ما زال سوفت وير، ممكن تلاقيه بيهلوس معاك شويه. بس طبعا كعاده شاومي عندك هنا ميزه الاي ار بلاستر علشان تتحكم في الاجهزه الالكترونيه، وكمان عندك ميزه الشحن العكسي. وما عندكش كالعاده منفذ مع 3.5 مللي، ومش ينفع انك تستخدم شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت. العلبه بتاعته طبعا كالعاده متكامله، وجاي هنا منه النسخه واحده 256 مع 8 رام، وعندك هنا منه نسختين، نسخه 256 مع 8 رام ودي بسعر 14400 جنيه، والنسخه الثانيه 512 مع 12 رام ودي بسعر 17500 جنيه، والنسختين ضمان محلي. لما نطلع الموبايل اللي بعد كده على طول هنلاقيه من شركه سامسونج، واللي هو السامسونج A36 5G، وده بصراحه اكتر موبايل متكامل في فئه ال 15000 جنيه بلا نقاش. الموبايل جاي بفخامه من الجزاز مع شاشه فلات، والاول مره مش شايفين النوتش الرخم اللي بنشوفه في شاشه سامسونج على طول. الموبايل جاي بمقاومه IP67، هتحس انك ماسك موبايل غالي مش فئه متوسطه، والبصمه بتاعته جايه تحت الشاشه بس هتحسها بطيئه معاك شويه. وشاشه سامسونج كالعاده المحترمه اللي متعودين عليها السوبر اموليد مسطحه تماما، الصوت بتاعها عالي 1200 نتس على طبقه حمايه من كورنر جوريلا جلاس فيكتاس بلس، ده غير انها 120 هرتز، فهتتبسط وهتاخد افضل شاشه ممكن تشوفها في السعر ده. الوان هتلاقي، سلاسه هتلاقي، فهتستمتع فعلا. اما من ناحيه المعالج فانا عندك سناب دراجون 6 جين 3، وده اللي جايب معماريه 4 نانو موفر معاك جدا في الطاقه، فلك ان تتخيل ان المعالج ده جاي مع واجهه سامسونج المستقره، فهتاخد تجربه ممتازه من حيث الاداء. اذا كنت بتلعب العاب او بتتصفح او بتستخدم استخدام تجيل حبتين، فلا هتتبسط مع استخدامك للمعالج والموبايل ده، بس حاسس ان هيسخن معاك حبتين بسبب ان الظهر هنا جاي من الجزاز، مش سخونه اوفر يعني، بس مهما كان هتحس ان الموبايل بيسخن معاك. اما من ناحيه الكاميرات فانت عندك هنا منظومه كاميرات سامسونج اللي ما بتغلطش 50 ميجا بكسل او اي اس، بتطلع يا باشا صور جاهزه تاخدها تنشرها على طول من غير اديت. تقدر كالعاده تصور فيديو 4K ثابت بسبب وجود الاي اس، اذا كان بالكاميرا الخلفيه او حتى الكاميرا الاماميه. وعندك كاميرا ثانيه في الظهر 8 ميجا بكسل ودي الكاميرا الخاصه بالالترا وايد، والكاميرا الثالثه 5 ميجا بكسل ودي الكاميرا الماكرو. اما الكاميرا السيلفي فاللي حاسس ان فيها تضحيات شويه، بس هي 12 ميجا بكسل، بس مهما كانت هتاخد منها صور نظيفه بالوان سامسونج. البطاريه برده ما زالت 5000 ملي امبير، واخيرا سرعه الشحن هنا وصلت معانا ل 45 واط، فالموبايل بيشحن لك مثلا 65% في نص ساعه حاجه كده، وكويس ان احنا اصلا وصلنا ل 45 واط. والسماعات هنا برده اتطورنا وبقينا معانا سماعات ستيريو هتاخد صوت نقي موزون. ومن ناحيه المستشعرات فكلها موجوده، بس التقارب اللي لسه عندك سوفت وير، بس اداؤه هتلاقيه كويس معاك جدا. اكتر ميزه ممكن تعجبك وتتبسط منها ان الموبايل ده داعم للاي سيم، فيعتبر ما فيش موبايل في الفئه السعريه دي بيدعم لك الاي سيم بكل المواصفات اللي احنا اتكلمنا عنها، ده غير انه داعم لك تحديثات لمده 6 سنين، فالموبايل هيعيش معاك مده كبيره. اكتر حاجه برده مش هتعجبك ان العلبه بتاعه الموبايل ده فاضيه، فهتضطر انك تشتري باقي مكملات الموبايل كالعاده. وعندك هنا منه نسختين، النسخه الاولى 128 مع 8 رام ودي بسعر 15500 جنيه، ممكن تختلف على حسب المكان اللي انت هتشتري منه. والنسخه الثانيه 256 مع 8 رام ودي بسعر 17000 جنيه، والنسختين ضمان محلي ما لهمش اي ضريبه. اما الموبايل الاخير معانا هو الفيفو في 6 لايت، فالموبايل ده من الاخر للناس اللي بتجي لها فوبيا من البطاريه لما تنزل عند 20%، وده كلام انا جاي لك ليه كمان شويه. من ناحيه التصميم فالموبايل هنا جاي من البلاستيك المتين، والتصميم بتاعه شيك بصراحه، جاي مقاوم باي بي 65، والبصمه بتاعته سريعه تحت الشاشه، ده غير ان الشاشه هنا جايه اموليد فلات 120 هرتز، الوانها حيويه جدا وسطوعها ممتاز تحت اشعه الشمس، هتلاقيها مناسبه معاك وملائمه جدا في الاستخدام. ومن ناحيه المعالج فانت عندك هنا الاداء الاسرع، المعالج هنا جاي من الدايمنسيتي 7360 تيربو، فالموبايل ده حرفيا هتلاقيه طياره بفضل الذاكره اللي جايه معاك يو اف اس 3.1، فهتحس بالكلام اللي بقولك عليه ده لما تعمل حاجه زي مثلا انك تفتح الابلكيشنز، هتلاقيها اسرع بكتير من اي موبايل في الفئه السعريه بتاعته، ده غير الموبايل كده كده هيأدي لك المهام اليوميه اللي انت هتمر بيها.
وحتى لو انت هتلعب العاب فالموبايل هيسد. ومن ناحيه الكاميرات فانت تتبسط مع الموبايل ده. انت عندك كاميرتين في الظهر، الكاميرا الاولى 50 ميجا بكسل جايب مستشعر من سوني وكمان بمثبت بصر او اس، والكاميرا الثانيه 8 ميجا بكسل ودي الكاميرا الالترا وايد مع الفلاش المتعودين عليه من فيفو وهو الاورا لايت، وده هيخدمك طبعا لو انت بتصور في الليل. وعندك كاميرا اماميه 32 ميجا بكسل هتاخد منها تفاصيل برضو ممتازه. اما من ناحيه تصوير الفيديو فهتقدر تصور فيديوهات 4K اذا كان بالكاميرا الاماميه او حتى الكاميرا الخلفيه. اما بعد كده لما نروح للبطاريه فهي بصراحه دي مش بطاريه، ده 3 4 بطاريات في بعض، وده لان هنا جاي 6500 ملي امبير اور، فبالميت مثلا معاك يومين شغل مستريح. والشاحن هنا كمان 90 واط في العلبه، فيا باشا انت تحط الموبايل كده على الشاحن وتروح تاكل لك حاجه كده على السريع وترجع تلاقي الموبايل خلص. اما من ناحيه السماعات فالموبايل هنا جايب سماعات ستيريو عاليه جدا، وفيها كمان ميزه انك تقدر تعلي صوت الموبايل ده ل 400%، وفعلا الصوت هيكون عالي معاك بس هتحس ان الصوت مش اوضح حاجه. ومن ناحيه المستشعرات برضو فعندك كلها هاردوير، تسارع، قرب، بوصله، جيروسكوب، كل ده تمام. وعندك كمان ميزه الشحن العكسي لو انت بتستخدمها. واللي ممكن ما يعجبكش هنا ان الموبايل ما بيدعمش تركيب كارت ميموري، يعتبر هتعتمد اعتماد كامل على الساعه التخزينيه اللي هتشتري بيها. العلبه بتاعته طبعا متكامله، وعندك هنا منه نسختين، نسخه 256 مع 8 رام ودي بسعر 15000 جنيه، والنسخه الثانيه 256 مع 12 رام ودي بسعر 16500 جنيه، والنسختين ضمان محلي ما لهمش اي ضرائب. ولو انت وصلت معايا دلوقتي لحد هنا فانا برضو مش هسيبك، انا هخليك تنزل تحت في الكومنتات تكتب لي ايه استخدامك وايه ميزانيتك، وانا ارشح لك افضل موبايل يناسبك على حسب استخدامك انت وبالميزانيه اللي معاك. ما تنساش طبعا تقديرا لكل ده انك تشترك في القناه وتفعل الجرس وتضغط لايك للفيديو، واشوفك الترشيح الجاي. سلام.